كلشي بسبب المدرب ديال هولندا. دار معنا مزيان. ربحنا بسبب المنتخب بسبب المدرب ديال المنتخب ديال هولندا. ربحنا بسبب المدرب ديال المنتخب الهولندي. يعني سهل علينا الماتش، ولكن كنا دمرناهم اخوتي، دمرناهم، قهرناهم، طغينا عليهم في الماتش 90 120 دقيقه ما بانوش، ما جاوش. جميع نقاط القوه ديالهم ما كانوش في الماتش. واهم حاجه واهم لعاب اللي دار معنا مزيان كومان ما لعبوش، هو رايندرز اللي كيدير الفرق بزاف، ولكن ما لعبوش في هذا الماتش. وهنا فين لقينا المساحه. اهم حاجه تنفسنا في الميليو، واللعابه ديالهم ديونغ وخرافنبرغ اضطروا يديروا مجهودات كبيره، رجعوا وخلوا لنا كره. وهنا ملي كترجع وكتخلي الخصم كره انت كتعيا، كتبقى تتبع كره. وكل شيء من المدرب كومان دار معنا مزيان، عطانا كره، لعب تشكيله دفاعيه، رجع الله ودار معنا مزيان وخلى لنا كره. وهنا كان هو باغي يدير واحد الحاجه، يخلي لنا كره ويلعب على نقاط الضعف ديالنا اللي هي يضربنا في الظهر، اللي عندنا تثاقل الدفاع ديال ديوب، وحكي ملي كيطلع وكيخلي بلاصه. وهادشي اللي شفناه فاش ماركاو البيت الاول. لاحظتوا طلعنا بريسينا عليهم وضربونا بالكونتر. عندهم لعابه سريع بحال خاكبو، بحال هذاك القصيور مشى ليا سميتو، لعاب واعر بزاف. هنا كانت هذه الخطه ديال كومان، انه يخلي الكره ولكن يضربك في المرتدات ويربحك بالمرتدات. ماشي الهولنديين مولفين الكره الشامله، كيضغطوا كيبريسيو كيشدوا كره كيستعودوا. كان في هذا الماتش شفنا العكس، شفنا المنتخب المغربي هو اللي ضاغط، هو اللي مستحوذ، هو اللي شاد الماتش، هو اللي مدوميني الماتش. واخا كنا قاب قوسين او ادنى من الاقصاء، ولكن عجبتني الشجاعه ديال المدرب وهبي من خرج اوناحي وخرج دياز وخرج الخنوس ودخل لعابه صغار. يعني خو الميليو ولينا لاعبين بجوج لعابه في الميليو بحالهم. ولينا لعبنا بالعيناوي ومنابط صافي. ولينا لاعبين بربعه في الهجوم، جوج في لاعبين بالصباري وراء رحيمي اللي هو ولا مهاجم وراء المهاجم اللي هو الصباري، ورحيمي افا سونتر وجسيم والطالبي اجنحه. هنا عطينا واحد الدماء جديده وهما كانوا بداو يعياو. ثم بدينا نلقاو مساحات وضغطنا عليهم في اشواط اضافيه. والكره ديال رحيمي اللي ضاعت بشكل غريب جدا. ولكن هذا الشيء كامل انا كنقول كنا قوى منهم، كنا مستعدين عليهم، ضغطنا عليهم، ضيع فرص غريبه. دابا حنا كنهضروا على الماتش دومينينا، ربحنا، فرحانين. غدا ان شاء الله نهضروا على المشاكل ونقاط الضعف اللي عند المنتخب المغربي، نهضروا عليها غدا في الماتش في فيديو اخر. ولكن اليوم الفيديو ديال اليوم غنهضر لكم على نهضروا حنا فرحانين كيفاش انا شفت بان السبب ديال الاقصاء ديال هولندا هو المدرب ديالها. منين ضحيتي بالخطه اللي موالف تلعب بها، اللي هي 4-2-3-1، كيلعب رايندرز قدام ديونغ وخرافنبرغ، وثلاثي الرعب قدامه، وما دخلش مالر يعني ديال روما مرعب. هنا دار معنا مزيان، هو كان باغي يمشي في لي كونتر وصدقات ليه، دخل داك اللعب قصاور، وهنا فنستغل المساحه. ولكن اللي ما عرفش انه الحظ كنا احسن منهم، واخا ما بغاتناش كره، حكيم ما طمعش على الكره، ما عطاش الصباري واحد الكره باش يضرب البوطو تاع الطنجه المدافع ديها لي. ولكن انا كنرجع سبب التاهل ديالنا والاقصاء ديالهم هو المدرب. ورانا يتعلي في هولندا كلشي كينتقدوا، كلشي كيقول ان المدرب كومان خصو يمشي بحاله وهو السبب في الاقصاء. رجوع مبالغ فيه لمده 120 دقيقه، ما طلعوا، ما بريساو، ما داروا مبادره. في المقابل شفنا المنتخب المغربي اللي مستحوذ، اللي مسيطر، اللي مهاجم، اللي دار فرص، اللي شد كره، اللي نوع في الهجمات في اليمين وفي اليسار بشجاعه وبقوه. شفنا مزراوي، عيسى ديوب، عيناوي، مرابط، اوناحي عجبني في هذا الماتش بزاف، هو اللي كان محركهم صراحه، وعطى شحال من كره وكان كيلعب مخيفش وثيق في راسو. اوناحي كيعجبو هاد الماتشات الكبار، كيعجبو الادوار الاقصائيه وكيعطي فيهم. عكس المجموعات ما شفناش وكان فاقسنا. في هذا الماتش شفنا باللي عندنا منتخب قوي بزاف،
خصوصا ضد المنتخبات اللي كيكونوا مضامنين علينا، اللي ضامنين انهم يتاهلوا علينا. كان المنتخب كيتسيب. وعجبني كيفاش وهبي خدا بشجاعه قرارات انه يدخل دراري ما عندهمش خبره في هاد لي كومبيتيسيون كبار، بحال الطالبي، بحال رحيمي، بحال السيم. وكيفاش لعب 4 في الهجوم وخوى الميليو وخدات الشجاعه. واخا كنا رابحين ماشي قال اجي نسد الميليو ونلعب حتى انا ونمشي معاهم بيلاتيات، لا، شفناهم في اشواط هما اللي مضامنين، هما اللي باغيين يطلعوا. وشفنا هولندا رجعوا البور صافي تسخفوا عليا، وكنا نقدروا نحسموا الماتش، ولكن للاسف. ولكن شفنا التالق ديال بونو في بيلاتيات. كنقولوا نعاود سبب هاد التاهل هو كومان. مبروك علينا، باقي عند الوعد ديالي، باقي عند الوعد ديالي. الا دزنا من الربع النهائي ان شاء الله غادي نقرع اللحيه. عمرك قرعت، عمرك قربت ليها، اقسم بالله حتى نقرع نحيد اللحيه هما كامل. وعد ديال الرجال عندي. الا تاهلنا من الربع غنحيدها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. هضرت غير خفيف ظريف من بعد الفرحه. اليوم هضرنا غير فرحانين، ماشي اناليتيستيك، اخطاء، القوه، نقاط الضعف، داكشي. نهضروا على الاخطاء اللي درنا غدا ضد هولندا ان شاء الله، ونهضروا على كيفاش ما كنستغلوش الهجمات، شنو هما نقاط الضعف ديالنا اللي خصنا نخدموا عليهم باش نمشيو بعيد. تسناونا غدا في فيديو جديد. شكرا، شكرا كومان مره اخرى، شكرا، بليز.